سؤالي ليك، هل المقدرة بتقول لو احنا بنناقش فكرة المقدرة، هل انت النهاردة ما تقدرش تكسر المفتاح ده؟ طب هل المعرفة او الكنترولينج، معرفتك انه المفتاح ده مهم، هل يخليك تكسره ولا لا؟ ده سؤال مهم اوي. المقدرة يمكن أن تشترى، دي حقيقة، يمكن يا فندم. اللي أنت مش قادر تعمله، اللي أنت مش قادر تشيله، اللي أنت مش قادر ترفعه، اللي أنت مش قادر تكسره، ينفع تجيب حد يعمله لك. المعرفة هي السلاح الأساسي، وهي الشيء اللي بيفصلنا عن باقي البشر اللي حوالينا. سؤالي ليك، هل المقدرة بتقول لو احنا بنناقش فكرة المقدرة، هل انت النهاردة ما تقدرش تكسر المفتاح ده؟ ينفع تكسره طبعا. طب هل المعرفة أو الكنترولينج، معرفتك إنه المفتاح ده مهم، هل يخليك تكسره ولا لأ؟ ده سؤال مهم أوي. لذلك هي المعرفة شغلانتها الكنترولينج. فلما اتكلم معاك في سيشن كوتشنج، بنبقى بنناقش الفكرة بتاعة المعرفة أكتر من فكرة المقدرة. ليه؟ لأنه ببساطة لو احنا بنناقش فكرة المقدرة بيننا وبين بعض، فتعال أقول لك على حاجة. المقدرة يمكن أن تشترى، دي حقيقة، يمكن يا فندم. اللي انت مش قادر تعمله، اللي انت مش قادر تشيله، اللي انت مش قادر ترفعه، اللي انت مش قادر تكسره، ينفع تجيب حد يعمله لك. انما المعرفة يعني اولويات، يعني كنترولينج، يعني توقيت. المعرفة هي السلاح الأساسي، وهي الشيء اللي بيفصلنا عن باقي البشر اللي حوالينا. معرفتك بالشيء، إدراكك لأبعاده، هل أنت ينفع تعمل ده ولا لا؟ النهارده على سبيل المثال جلسة كوتشنج كانت موجودة عندي، الكلاينت بتاعي بيقول لي والله أنا عندي مشكلة مع الشركة اللي أنا فيها.